السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. نتوقع بحول الله اضطراب جوي متوسط النشاط إلى نشيط محليا، سيخص المناطق الشمالية الوسطى والغربية بأمطار رعدية غزيرة مرفوقة برياح قوية أحيانا، وهذا بداية من فجر السبت إن شاء الله. والبداية بالأمطار الرعدية تخص المناطق الداخلية الغربية، وستبدأ بولايات سعيدة، بشار، شمال تندوف، شمال أضرار، تلمسان، سيدي بالعباس، البيض والنعامة، ثم تتسع أكثر فأكثر لتشمل شلف، غليزان، تيبازا، الجزائر العاصمة، البوليدة، تيزي وزو، المدية، الجلفة، عين دفلة، بويرة، تيرد، وتيسمسيل نحو برج باريريش. يوم الأحد تبدأ الرجوعات الشرقية، وعليه ستعرف المناطق المستوى الغربية خاصة الساحلية والقرب منها أمطار متوسطة إلى غزيرة محلية مرفوقة برعود أحيانا وتساقط البرد إن شاء الله. وهذا بداية من ظهيرة ومساء يوم الغد السبت بحول الله، وتكون أكثر قوة بالمناطق الوسطى إن شاء الله. صلاحية النشر السبت من 9 صباحا إلى غاية الأحد 6 مساء على الأقل. كمية الأمطار المتوقعة قد تصل بين 20 ملم إلى 40 ملم محليا. الولايات المعنية: تلمسان، غليزان، شلف، تندوف، شمال أضرار، سيدي بن صعيدة ومعسكر. بالنسبة للمناطق الشرقية للأسف بعض الأمطار فقط خلال يومي السبت والأحد بحول